في رحلتنا للوعي المالي لازم نكون متفقين من البداية على حاجة مهمة جدا، إن لازم يكون في قاعدة قوية وأساس متين نبني عليه الوعي المالي بتاعنا. الوعي المالي ما هو إلا طريقة تفكير. أنت بتفكر في الفلوس إزاي؟ فأنا ما لقيتش غير كلام ربنا سبحانه وتعالى ناخد منه القواعد وناخد منه المبادئ اللي نبني عليها الوعي بتاعنا ونبني عليها الإدراك بتاعنا، بل كمان طريقة تفكيرنا تجاه كل شيء مش بس المال. لكن موضوعنا هو عن الوعي المالي، فاحنا هناخد الجزء الخاص بالوعي المالي أو الخاص الغنى والفقر والفلوس عامة، وهناخد القاعدة دي اللي نبني عليها الوعي المالي مستقبلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. في آية كمان جميلة جدا من سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. الآيتين دول في السورتين، سورة البقرة وسورة الكهف، يمثلوا القاعدة الأساسية لأي وعي مالي. أول شيء إن الشيطان هو اللي بيوعد بالفقر، الفقر ده من الشيطان. بلاش نخلي في وعينا وبلاش نخلي في طريقة تفكيرنا إن ربنا خلقني فقير فربنا أنا عايزني فقير. لا، بلاش الحتة دي تخش في طريقة تفكيرنا، لازم نلغي النقطة دي، وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده. لكن المرة دي أنا بقول لك إن الوعي المالي القاعدة الأساسية بتاعته إن الفقر هو من الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الغني، وحاشا لله إن يكون اسمه عكس كده. تعالى بقى احنا نبني الوعي المالي بتاعنا على الآيتين دول. كده بقى احنا عندنا قاعدة سليمة نقدر نبني عليها الوعي المالي. وتعالى نشوف في الحياة الدنيا بقى احنا هنستخدم المال ده ازاي، هنبني طريقة الوعي بتاعنا ازاي بعد ما حطينا القاعدة الأساسية، وهنشوف الطريقة اللي هنجيب بيها الفلوس ازاي وهنبني بيها الثروة ازاي او الغنى او ايا كان المفهوم اللي انت بتتبناه. لان زي ما قلت لك قبل كده ان في مفهوم الغنى وفي مفهوم الحرية المالية، في مفهوم الثراء. فأنت على حسب ما بتتبنى أي مفهوم، لكن إحنا بنتكلم على الوعي المالي بصفة عامة. تعال بقى نقول طريقة التفكير في الفلوس إزاي، إحنا بنفكر في الفلوس إزاي. أنا مش هعيد كلام تاني قلته لك في فيديوهات قبل كده تقدر تتابعها من سلسلة الوعي المالي. لكن تعال نفكر دلوقتي، إيه اللي بيمنع شركة إنها تنجح وشركة تانية إنها تفشل؟ إيه المعيار أو من ضمن المعايير اللي بتخلي شركة تنجح أو شركة تانية تفشل؟ أكيد الإدارة المالية. وكلنا عارفين إن الإدارة المالية يمكن من أهم الأسباب ويمكن من معظم الأسباب اللي بتخلي أي شركة في العالم يا إما تنجح وتستمر أو إن هي تفشل وتنتهي. فالإدارة المالية هي العصب بتاع الشركات، هي الأساس بتاع الشركات. طيب إحنا الحمد لله بنينا القاعدة الأساسية بتاعتنا، ودلوقتي إحنا بنشوف طريقة التفكير ناحية الفلوس إزاي. نفس الشيء ده بتاع الشركات، الإدارة المالية هنطبقها بس على صفة شخصية بشكل شخصي. يعني أنت مدير مالي لحياتك، أنت المدير المالي بتاعك، يعني أنت اللي بتدير الفلوس بتاعتك. طيب الشركات الإدارة المالية، الإدارة المالية ما هي إن هي بتحط خطط وبتاخد قرارات. هنطبق ده بشكل شخصي. أنا هقول لك على الشركات وهقول لك إزاي إن إحنا نطبقها بشكل شخصي. في الشركات الإدارة المالية بتقسم الأهداف بتاعتها أو بتقسم الخطط بتاعتها لمجموعة أهداف. مجموعة الأهداف دي ممكن تكون شهرية، ممكن تكون بشكل ربع سنوي 3 شهور، أو بشكل سنوي الأربع أهداف كل 3 شهور، أو ال 12 شهر الهدف بتاع كل شهر بيتكون في الهدف أو الخطة الأساسية بتاعتها السنوية، وبيتقيم عليها الأداء بتاع الشركة. طبعا بيبقى فيه تقييم كل شهر، بيبقى فيه تقييم كل 3 شهور على حسب الهدف اللي بيتحط. طيب تعالى بقى نطبق الكلام ده على الأشخاص. دلوقتي أنا عندي الإيرادات والمصروفات. الإيرادات زي ما قلت لك قبل كده إن هي المرتب بتاعك، إن هو الراتب بتاعك اللي هو المبلغ اللي بيدخل حسابك أو بيدخل جيبك، سواء بقى أنت بتاخد مرتبك بالأسبوع مرتبك بالشهر أيا كان، فهو تحت بند الإيرادات. هو ده بند الإيرادات. والجزء التاني هو جزء المصروفات. جزء المصروفات وجزء الإيرادات، الاتنين دول هما الأساس بتاع المال، مفيش حاجة تانية. كل حاجة بتندرج تحت المفهومين دول، مفهوم الإيرادات ومفهوم المصروفات. طيب أنا دلوقتي عرفت يعني إيه إيرادات، عرفت يعني إيه مصروفات.
طيب أنا هاقسّم الخطة بتاعتي إزاي؟ قسّمها شهريًا، في الأول خالص قسّم الخطة بتاعتك شهريًا، معظم المصاريف بتاعتنا مصاريف شهرية، سواء فواتير أو سواء إيجار أو سواء مثلًا مصروف شهري، مصروف أكل، مصروف شرب، الحاجات دي كلّها مصاريف يعتبر من أسبوعية لشهرية، فإحنا هنقسّم الخطة بتاعتنا مصروفات والإيرادات على خطة شهرية، فإحنا هنطبّق ده على المستوى الشخصي وهاقول لك إن الإدارة المالية أنت كمدير مالي لحياتك لازم تعرف إن الخطط هي مجموعة من الأهداف، الأهداف دي ليها معايير، في شروط، من ضمن شروط الأهداف إن هي تكون محددة بوقت، ما ينفعش هدف بشكل عام كده يكون مش مرتبط بوقت زمني، لازم يكون مرتبط بوقت زمني، هدف أسبوعي، هدف يومي، هدف شهري، أيًا كان، فإحنا في الخطة بتاعتنا وفي الإدارة المالية بتاعتنا لحياتنا الشخصية هنقسم الأهداف بتاعتنا لأهداف شهرية. طيب أنا دلوقتي خلاص عرفت التوقيت الزمني بتاع الهدف بتاعي وهو الهدف الشهري، طيب أنا هاعمل إيه؟ هاقول لك لازم يكون في معيار تاني من معيار الهدف ده أو شرط من شروط الهدف ده إن هو لازم يكون قابل للتحقيق، أنت ما تحطش هدف غير منطقي، إزاي طيب أنت مرتبك 5000 جنيه وعايز بس تصرف 1000 جنيه خلال الشهر وتحوش 4000 فده غير منطقي، لازم تكون الأهداف منطقية قابلة للتحقق مرتبطة بتوقيت زمني. وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي أنا هاقول لك على إزاي إن إحنا بنبني الميزانية الشهرية بتاعتنا والميزانية كل 3 شهور على المستوى الشخصي مش على مستوى الشركات، إحنا هنقلد الشركات في الإدارة المالية بتاعتها، لأن الشركات هي الأنجح كنموذج للإدارة المالية، فإحنا هناخد النموذج ده من الشركات وهنشوف إزاي يناسب الحياة المادية بتاعتنا على مستوى الأفراد اللي هو اللي زيي واللي زيك. لأن بالطريقة دي إحنا هنبني وعي مالي سليم، هنقدر نحقق أهداف مالية، هنقدر نوصل لتنفيذ الخطة بتاعتنا إن شاء الله، والتخلُّص من دايرة الفقر. فأنا في نهاية الفيديو أرجع أعيد لك تاني الجزئية الأولانية، إن القاعدة الأساسية لبناء وعي مالي هي لازم تكون قاعدة متينة على أساس قوي، والأساس ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه وحطّه لك في القرآن الكريم، تقدر إن أنت تبني عليه وعي مالي سليم، يستمر معاك ويكون صحيح وغير قابل للكسر أو التراجع، خلاص أنت بقى عندك قاعدة أساسية تقدر تبني عليها أي شيء في المستقبل. فالحمد لله رب العالمين إن إحنا عندنا الأساس المتين اللي نقدر نبني عليه وعينا وإدراكنا ناحية الفلوس وناحية كل شيء، لكن موضوعنا هو ناحية الفلوس. أنا باشكرك إنك وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله الفيديو اللي جاي أنا هاقول لك إزاي تعمل ميزانية، الميزانية دي هتناسب معظم الأشخاص وأنت هتعدِّل عليها على حسب ظروف حياتك تعديل بسيط جدًا، وإن شاء الله بإذن الله تكون مناسبة، وتقدر من خلالها إنك تحقق فعلًا أهداف مالية، بس شرط أساسي إن المبدأ يكون صحيح، القاعدة تكون صحيحة، والالتزام، لازم نلتزم عشان نخرج برّه دايرة الفقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان هو اللي بيوعدنا بالفقر، ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالفضل وبالمغفرة. أنا باشكرك، السلام عليكم.